بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. أنا ما بقدمش تعازي لأني واثق إن أهل هؤلاء الأطفال الشهداء مش هياخدوا عزاء إلا إذا تم القصاص العادل، مش إقالات ولا تحقيقات تقعد بالسنين عشان العيال دمها يبرد ويتنسي ابدا. وانا بقول اهو المسؤول الاول هو محمد مرسي، ولا نسيت عمر بن الخطاب؟ يا خطيب يا بتاع الجوامع، لو عصرت بغلة في العراق، دي مش بغلة، دي 47 طفل يا بني ادم، 47 انسان. انت المسؤول الاول، انت ورئيس الوزارة اللي انت جايبه لنا رايح غزة. لا يا حبيبي، لا يا سي مرسي. شعب مصر في الاول وفي الثاني وفي الثالث وفي الرابع تحرم علينا اللقمة تبعتها لهم هناك. لا يا مرسي، لا يا مرسي، تحرم علينا الكهرباء تبعتها لهم هناك. تحرم علينا الغاز على بلدنا على المصريين وتبعتها لهم هناك عشان هم اللي طلعوك من السجن، من سجن وادي النطرون. مش كده؟ لا يا سي مرسي، عندك بقى شوية، ما بقاش جابت جاز. انا ما بنقيش كلام. انا عندي 47 طفل اهاليهم شالوهم في اكياس. مستنيين ايه؟ كل واحد مستني ايه؟ مستني لما تروح تشيل ابنك ولا اخوك، ولا تتشال انت في اكياس؟ عارفين ليه؟ علشان انتوا اتضحك عليكم، اتضحك عليكم، اتضحك عليكم لما صدقتوا ان دول ليهم علاقة بربنا. دول اصلا ما يعرفوش ربنا. ربنا هو العدل، هو الحق. اوعوا تخافوا، هقولها لكم، هم 650 ألف نفر، 650 فيهم أطفال وشيوخ وستات، يعني كل اللي يقدروا يحشدوه 20,000. بس هم أقوياء عشان انتوا متفرقين. أحب أقول لكم قوتهم مفيش، صفر على الشمال. العدلي لم مكتب الارشاد كله وعلى رأسهم مرسي في بوكس، نقيب و2 عساكر، ملهمش حد يدافع عنهم. ولا يمكن، لا يمكن يا مرسي، من رابع المستحيلات ان 600 ألف يقدروا يحكموا 85 مليون. يبقى بتحلم، يبقى عايش في الغيبوبة. وبالتالي اللي حصل النهارده جريمه، ولابد من محاكمه عاجله، مش سنين، مش تحقيقات. اولا لقنديل، قنديل رئيس الوزاره لازم النهارده يتحط تحت التحفظ. 2 وزير النقل فيش استقاله. الاستقاله دي عند ام مشمش. الاستقاله دي لما يكون غلط في حاجه صغيره، لكن 47 نفس. انا مش بسخن، لكن انا مش قادر امسك نفسي. انا بتصور ان الطفل ده ابني اللي رحت لميته في كيس، ابني لميت جتته ومش عارف اني جته لانها اتفرمت تحت القطر في كيس. طب والناس دي بتقول لك ذنبهم ايه؟ لا، ذنبهم كبير. مش فاضيين لنا، مش فاضيين لمصر، فاضيين لغزه. وعلى فكره انا مش ضد غزه، انا اهل غزه فوق دماغي من فوق، لكن غزه مش هي حماس ابدا. حماس هي مجموعه صغيره قد كده زي الاخوان في مصر. وكل اللي بيحصل لغزه عشان غلطوا زينا وانتخبوا الناس دي. احنا ضد كل اللي بيحصل، وعلى اسرائيل تعرف ان احنا مش هنسكت على اهل غزه، مش هنسكت ابدا، وهم اهلنا، بس مش هنورط جيشنا.
واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل. اللي بيخش حرب لازم بيستعد لها، ومش هنموت 85 مليون عشان 1.5 مليون شارع من شوارع مصر. في ناس هتقول لك طب انت بتجيش ليه؟ علشان اتحكم عليا 5 سنين ومرسي عفى عن ال 75، لكن فكر ان انا هقدم له طلب عشان يعفو عني. انا ما بطلبش العفو الا من الله، علشان السفاره الاسرائيليه، مع اني شرف لا ادعيه ان احرض على السفاره الاسرائيليه، ده شرف لو كنت يعني، مع اني للاسف الشديد كنت عارف انه كمين ومترتب، وقلت لهم ارجعوا، لكن ما يهمنيش. وهرجع يا مرسي مش بعفو منك، هرجع بإرادة الشعب، الشعب اللي انا واحد منه. بقول لكم اهو احنا هنستعد، وكل واحد هيدافع عن نفسه، واللي طوله ايدك في الدفاع عن نفسك، في الدفاع عن نفسك، ما بنهاجمش حد، لازم تجهزه. اللي طوله ايدك عشان تدافع عن نفسك لازم تبقى جاهز بيه. يوم الاثنين 19 اللي هو 19 الساعة 12 الظهر كلنا هنتجمع حوالين المدارس، وهنبتدي نتحرك علشان نقول كلمة واحدة: دم الشعب خط احمر يا مرسي ليك ولغيرك، ولازم اقالة قنديل، والحكومة الفاشلة، والقرض اللي انت رايح تاخده ده ما يلزمناش، واي حد هيديك قرض مصر مش معترف بيه، لان ده ما احناش عارفين رايح فين. مش هناخد قرض يروح لجيب الشاطر ولا جيب العريان. الفلوس دي رايحه فين يا معلم؟ فين؟ هي ايه؟ نهيبه؟ ابدا. والتصالحات رايحه على جيبكم؟ عايزين نعرف فلوسنا فين. وقلت ارجع 50 مليار ومحدش، لان انتوا عارفين، ومصر كلها عارفه الفلوس دي راحت فين. يوم الاثنين الساعة 12 الظهر حوالين المدارس الكل هيتجمع، وهنقول حاجة واحدة بس: شعب مصر اولا واخيرا، والدم المصري هو خط احمر يا جماعة الاخوان. احنا ما بنستبعدكمش وما وصلناش معاكم لمرحلة العداء، لكن لو عايزينها عداء انتوا احرار، وانتوا الخسرانين، وانتوا عارفين قوتكم وعارفين قوتنا وعارفين احنا نقدر نعمل ايه. ده انذار اول. انا كنت ساكت، انا ما بخلقش ازمات ولا بصطاد في المية العكرة، لكن ما قدرتش امسك نفسي، ما قدرتش، مش قادر. تقولوا بقى بحرض، ايوه بحرض. تقولوا اللي تقولوه، شبعتوا قال ان انا عميل وخاين، وانتوا اخون من الخيانه، انتوا اخون من الخيانه. كل شعب مصر عارف ان انتوا اخون من الخيانه، وكانت الناس كلها بتتذبح وبتتقتل وانتوا قاعدين مع عمر سليمان بتتفقوا على دم الناس. ده انتوا اخون من الخيانه، وهيكون مصيركم زي عمر سليمان وزي المخلوع وزي حبيب العدلي. عمر عفيفي اللي لولا يا مرسي كان زمانك لسه مرمي على برش وادي النطرون، هو وشباب الثوره اللي انتوا بتقولوا ان هم مجرمين وانت حضرتك عايز تعفو عنهم. لا، انسى انسى، اقرا تاريخ، ولا كنت في السجن ما تعرفش يعني ايه ثوره. وانا بقولها لك اهو، وبتحداك تاني، بتحداك قدام شعب مصر كله، وانا اللي هقف لك يا مرسي. واعمل اللي تعمله، مش تديني 5 سنين، اديني 50 سنه، ما فاضلش غير روحي ومش خايف عليها. هنستعد يا جماعه، لان خلاص يا اما هتتلموا في اكياس وابنك هيرجع لك قتيل، يا اما لازم تدافع عن نفسك. دي جماعه محتله لمصر. يقول لك اصل بالصناديق، لا ما فيش صناديق ولا هيطلعوا بالصناديق. وبقول للسياسيين مالكوش مكان، هنديكوا شهر نشوف هتعملوا ايه. انتوا فاكرين ان هم هيطلعوا بصناديق؟ ما بيطلعوش بصناديق ابدا ابدا. ما اخذ بقوه لا يسترد بغير القوه.
دول جم بالتهديد، جم بالتهديد والتواطؤ مع طنطاوي. الصفقه اللي انا قلت عليها وقلتوا عليا. المهم احنا هنطلع وبعد كده يحلها بقى ألف حلال، وهيكون في اتصالات بيننا وبينكم علشان يا اما الاقاله لحكومه قنديل ومحاكمته ووضعه تحت التحفظ وقيد التحقيق. مفيش حاجه اسمها اقاله ويقعد ابدا ابدا. مش عاجبه يروح غزه، يروح لاهله وعشيرته في غزه. اما احنا مصر هي اهلنا وعشيرتنا، احنا ما نعرفش غير مصر ومصلحه مصر بس. انا مش بنقي الكلام لكن مش قادر اسكت. انا كنت ناوي اسكت علشان تكتشفوا مدى الالم بنفسكم وتشوفوا مدى الاحباط بنفسكم. انا ما بخلقش ثورات، انا ما بهيكش حد، لكن لو عجبكم الوضع اللي انتوا فيه انا عايزكم انتوا اللي تحسوا، مش انا اللي اقول لكم. تقولوا احنا النهارده بقى لازم نخلص. انا ما بسخنكوش، انا ما بسخنش، انا بتدخل لما بشوف بلدي بتضيع، بلدي اللي هرجعها غصب عن عين التخين يا مرسي. مش بعافو ولا هتفق معاك ولا في اي مقابل، واللي هيرجعني هو شعب مصر. شعب مصر اللي هيرجعني، مفيش غيره. وان شاء الله ان غدا لناظره قريب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.